لا يا مادمزال، انت فاهمه الموضوع غلط خالص. خطيبك مش مجبر ابدا انه يصرف عليكي، خطيبك مش مجبر انه يديكي مصروف شهري ولا يجيب لك لبس العيد، ولا مجبر ان هو اي حاجه تعجبك يشتريها لك ويعملها لك مفاجاه ويهريكي بقى سربرايزز في الرايحه والجايه، مفاجآت. حبيبتي الكلام ده بس على السوشيال ميديا، مش حقيقي، مش واقعي. يعني تعالي معانا كده في ارض الواقع. مفيش راجل ليل نهار عامل مفاجآت لمراته او لخطيبته او لحبيبته الا لما يبقى بيخونها. ايوه انا جايه اقول لك كده بجد. في الواقع ان الراجل بيبقى مسحول في مسؤوليات الحياه اللي هو بيخلصها علشان بعد كده يرقلك يفوقلك، فانت بترهقيه بقى زياده ما. وبعدين في حاجه اسمها عزه نفس بقى، اللي هو ايه، لما يقول لك حبيبتي نفسك في ايه تقولي له شكرا يا حبيبي ربنا يخليك، بابا بيجيب لي كل اللي نفسي فيه، ماما بتجيب لي كل اللي بحلم بيه، انا الحمد لله قدرت اوفر لنفسي اللي بتمناه. لكن طلبات 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 طلبات، وبعدين يا مامي بعدين يا حبيبتي، لا بنختبره اصله يمكن يكون بخيل، لا ده كده مش اختبار، ده تطفيش. لما يبقى بيشتغل ويقبض ويجيب لك كل اللي بيقبضه عشان يسد احتياجاتك ويسد المسؤوليات المفروض تكون عليه بعد الجواز، يسدها من ايام الخطوبه، امال هيتجوز ازاي يا امي؟ لا حطي نفسك مكانه. مش مبرر خالص ان انت بتقوليه ده اختبارات ومش اختبارات، ده مش مبرر. نعقل كده ونفهم ان الراجل عليه مسؤوليات، انت طالبه منه شقه، شبكه، مهر، عفش، طالبه منه هانيمون، طالبه منه حاجات كتير جدا. سيبيه يا حبيبتي يحققها لك، اديله فرصته يشم نفسه، مش لازم يدخل مديون لطوب الارض وكمان مش عاجب، لا مش كده. فمعلش لو سمحتي ما تطلبيش اي طلبات، وخلي عندك كده نوع من الاستكفاء. انا مكتفيه باللي عندي، شكرا كتر خيرك، انا مش محرومه من حاجه، انا شبعانه. لما هو يلاقيكي كده حتى بعد الجواز على فكره، لما يلاقيكي كده مش بتطلبي كتير، هو يعني لو هو ابن اصل واختيارنا كان صح اصلا، ها يعني هو لو اختيار مهبب من الاول، سواء طلبتي ما طلبتيش هو اختيار هباب. فما تقوليش اصل لما بنوفر، لا انا ما قلتلكيش وفري، انا قلت لك خليكي يعني برستيج وانت بتطلبي، تمام؟ مش عماله على بطال، حتى عشان يبقى طلباتك اوامر. لما تيجي تطلبي حتى بعد الجواز، خلي الموضوع حبيبي اذا امكن، بابا بعد اذنك لو في يعني معاك، لو هتقدر توفر لي، لو ظروفنا تسمح. ما يبقاش على طول صيغة الامر، انا عايزة، هاتلي، جيبلي، اشتريلي. ليه؟ بلطافة، بحنية. في رجالة يعني ما بينفعش معاهم اسلوب الامر ده خالص، واي راجل طبيعي على فكره مش هيستسلم لاسلوب الامر ده طول حياته. هيجي في مره كده ويفرملك ويقولك لا انا مش قادر على طريقتك واسلوبك هباب، هيقولك كده في وشك او من ظهرك، هيشتكي منك. لان ما علينا من ده كله، لو سمحتي خليه يبقى فيه كده عزه نفس. لا هو مش المفروض وانتوا مخطوبين انه يصرف عليكي، كفي نفسك ايا يكن ازاي. في بنات اعرفها معرفه شخصيه بيشتغلوا شغلانتين وثلاثة واربعة اقسم بالله عشان يجهزوا نفسهم، واهاليهم عايشين على وش الدنيا، بس بيشيلوا مع اهاليهم في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها كلنا دي. صدقيني طول ما هو بيلاقيكي عزيزة الطلب وعزيزة الاحتياج كده، قسما بالله هيبقى نفسه يجيب لك الدنيا دي كلها تحت رجلك. وانت حبيبي ما تبقاش بخيل معاه، يعني ما تقعدش عماله على بطال توفر وتجيب الرخيص وتوفر وتجيب الرخيص عشان انت بتجهز، او علشان انت امكانياتك مش عارفه ايه، اصل دي ظروفي وعيشي على امكانياتي. لا، يبقى في طموح. انا هبقى ان شاء الله، انا هحقق باذن الله، انا عايز اساعد وعايز اعمل وعايز اجيب علشان ربنا يكرمك. ولما ربنا يكرمك بجنيه تصرفه على اهل بيتك، لكن يكرمك وتروح تحوشه وتدكنه وما تطلعوش لاهل بيتك، واهل بيتك محتاجين، ربنا مش هيوفقك ومش هيكرمك. ومش بعيد الفلوس دي تصرفها على علاجك، يا بعيد. تمام. خلي يبقى فيه كده ايه، زي ما هي مطلوب منها تعتقك وترحمك وتقدرك، انت كمان تجيب لها الدنيا بين ايديها لما ربنا يكرمك.